السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. اليوم جيت نتقاسم معكم بسبوسة بالبرتقال، تجي هشيشة وسريعة واقتصادية. تجي مسقية بالعصير تاع البرتقال، تتبقى رطبة وتتبقى هشيشة وتتبقى يعني مدة طويلة أكثر من أسبوع وهي شادة في راسها ورائعة بزاف. نبداو بأول خطوة، هي غنبداو بالمول. غنديرو فيه واحد المعلقة صغيرة تاع الزبدة، أي نوع تاع الزبدة عندك، وغندهنو مزيان وغندير ليه السميد ولا فينو اللي عندك موجود، وغادي ندخلو الثلاجه. هذه اول خطوه. علاش؟ لان تتصدق زوينه فيها، وكذلك متى تبغي تحيديها من المول تجيك سهله، ما تتمحنك لا والو. وعاد ندوزو المرحله الثانيه اللي غنحضروا فيها السيرو بواحد الطريقه زوينه، وتجي تجي هاد البسبوسه مسقيه بهذا السيرو ديال الليمون وفيها الطعم رائع ديال الليمون. تنحتاجو كاس ديال 150 غرام، معروف كاس ديال العنبه، كاس ديال العنبه يعني قياس كاس عصير ليمون، وكاس ديال الماء، في نص كاس ديال السكر. انا تنحاول دائما نقص السكر، ندير غير نص كاس السكر، لان كاين اللي تيديروا حتى الكاس، ولكن انا تنحاول دائما نقص. اول حاجه غادي نخلطو مزيان تادي يذوب لينا داك السكر، وعاد غنحطوه فوق النار. ولكن كيما شفتوا معايا من قبل ما حطيته فوق النار القشره ديال الليمون، ودابا كيما شفتوا معايا غليته غير يغلى بحال هاد الغاليه بحال هاد الشكل. غادي نحسب ليه 10 دقائق ونطفي. مني غطلع فيه الغاليه حسبوا 10 دقائق وطفيوه ونخليوه يبرد، لان بغينا يبرد حقاش البسبوسه غتكون سخونه. اما الا كان السيرو سخون خاص البسبوسه تكون بارده. ونبداو بالمكونات اللي ساهلين كيما شفتوا معايا واقتصاديين. محتاجين نص كاس ديال السكر، محتاجين واحد الياغورت او الريب زعما، اما ياغورت تاع الفاني او ريب، ونص كاس ديال عصير ليمون، في نص كاس ديال الزيت، في قشره ديال الحامض، في جوج بيضات، في واحد 7 غرام ديال الفاني، في جوج كيس ديال جوج اكياس ديال الخميره هي 15 غرام، في جوج كيسان ديال السميد، ونص كاس ديال الدقيق. نص كاس اللي عبرت بيه هو هذا اللي فيه الدقيق، هو اللي عبرت بيه السميد، جوج كيسان. ونبداو باول خطوه ان شاء الله. بوسه راه ساهله واقتصاديه، ولكن تجي معلكه بداك المذاق ديال الليمون، تجي هشيشه ما شاء الله. انتم غتشوفوا معايا في الاخير تجي هشيشه بزاف. المهم كما شفتوا راه ساهله هذه، بامكانك ديري هادشي كامل ديرو في الخلاط يعني الكهربائي او الطحان تاع العصير. الا بغيتي تسهل عليك معمر ديري كلشي وطحنيه في دقه، ساهله كاع ما ديري هاد الخطوات يعني البيض. المهم كيما شفتوا درت البيض والسكر، زدت عليه الزيت، زدت عليه واحد الكاس مع مرت كاس لارو ديال الريب داك الريب، انا دائما تنقول الريب، او ياغورت تاع 125 غرام ديال الفانيلا. لكم الاختيار، ديروا واحد من هادو. وهنا زدت نص كاس ديال عصير الليمون، واحد القبيصه ديال الملحه ضروري ما تنساوش البنات. هنا درت قشره ديال الليمون، بامكانك ديري حتى قشره ديال الحامض، يعني غير اختيارك، حقاش حنا دايرين بسبوسه ديال البرتقال، داكشي علاش درت فيها قشره ديال الليمون. كما شفتوا معايا درت الفاني. ودابا غادي ندير داك نص كاس تاع الدقيق، وغنزيد عليه جوج كيسان ديال السميد، في جوج ساشيات ولا اكياس ديال الخميره الحلويات هي 15 غرام. وواحد الحاجه اخرى، الفران انا راه دايره تيسخن، ضروري تتخليه يسخن من قبل مزيان، حاجه تتنقصوا عليه العافيه من تدخلوها للطيب. دابا غادي نخلط مزيان هاد العناصر، وغادي نجيب المول اللي موجدانه من قبل، وغادي ندخل. عرفتي راه ما شاء الله راه غير هذيك التخليطه تتخلطي تتعطي الريحه ديال الليمون، وما بالك بالسيرو اللي درنا تا هو عاطي فيه ريحه الليمون. عرفتي تجي منكهه بريحه الليمون، يعني البرتقال انا تنقول الليمون، يعني حنا تنقولوا في المغرب تنقولوا الليمون. ودابا غندخل الفران، ومن بعد انتم غادي نقيس لكم تشوفوا شحال هشيشه. عرفتي راه هشيشه، غير هي هشيشه بلا عصير، ما بالك ملي تنديروا ولا داك السيرو ديالها، راه ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا بغيتي تقلبيها غيعطيك اللون احمر اكثر فاكثر، على حسب انتي شنو بغيتي. المهم دابا غادي نخليها تبرد كما قلت لكم، وغادي نكملوا لها التزيين ديالها الفوقاني. اللي غنجبدوا السيرو اللي حنا خليناه تيبرد، راه غير تديري فيها تتكبي عليه تتشربوا، ما شاء الله. عرفتي ما شاء الله تجيه شيشه البسبوسه من ألذ واسهل بسبوسات، يعني اللي جربت تجيه شيشه بزاف ورائعه. ونشربها مزيان السيرو على القدر ديالها. انا بنتي راه معايا، راه هي مديره حدايا. المهم تشربوا السيرو تلقاوه يعني على قدكم نتوما، الجهد اللي بغيتو السيرو نتوما اللي تشربوا، واش بغيتو بزاف ولا شوي. المهم عطيوها قياسه تاع السيرو،
ودابا غادي نخليها تبرد، ضروري خلوها تبرد مزيان. الا ما خليتوش تبرد مزيان راه ما تقدروش تقسموها، تجي هشيشه بزاف. وتزيان زينوها بالكونفيتير والكوك، او كونفيتير وكوكو مهرمش، او اللي عجبك، او رقائق اللوز. المهم الاختيار لكم نتوما. المهم راه تجي هشيشه. انت شوفي معايا، انا غنقسمها لك من الداخل وغتشوفي معايا. انت غير شوفيها الجنب كي دايره، ولكن راه المنظر ديالها رائع وهشيشه بزاف ما شاء الله. يعني ما تشبعوش منها، ما تشبعوش منها، رائعه بزاف.